السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيب قلب ام مالك، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. مشرفينا ومنورينا دايما بوجودكم معانا في القناة. يلا بسرعة انزل اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان اي جديد بعمله يوصل لك ان شاء الله. متنسيش تعملي لنا لايك واشتراك في القناة. بداية كده قبل ما نبدأ اي حاجة مش عايزين ننسى نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه يا بنات. النهارده بقى يا بنات كنت مخرطه بقى ملوخيه، جايبه كميه حلوه كده عشان هفرزها وعينها في الفريزر بقى. كل سنه وانتم طيبين. طبعا ده موسم تخزين الباميه وموسم تخزين الملوخيه. ان شاء الله باذن الله هنزل لكم فيديو لتخزين الباميه وفيديو لتخزين الملوخيه. الطريقتين اللي انا بعملهم في الباميه وفي الملوخيه بيفضلوا معايا يعني خضرة جميلة كأنك لسه شارية. هتشوفوا معايا حالا في الفيديو ده. انا قلت الولاد بقى شافوا الملوخية وكده فقالوا لي اعملي لنا يعني شويه ملوخيه ياكلوها برز يعني. فهتشوفوا معايا دلوقتي انا هعمل شويه ملوخيه. خلاص كنت عينتها في الفريزر وبدات تجمد فعلا وطلعتها. اعمل لهم شويه الملوخيه في الحله الصغننه دي. بس انا جيت غلطانه بقى ان انا كان المفروض اعمل في حله فاتحه، لان الحله دي زي ما انتم شايفين قلبها كده غامق، فما كانش مبين لون الملوخيه وخضرها. بس انا وريتها لكم في طبق عشان تشوفوا لونها. كانت الملوخية دي بدأت تجمد بقى وكده، فطلعتها طبعا من حر المطبخ، فهي فكت من التلج بتاعها. بس هتشوفوا لون الملوخية طالعة معايا جميلة جدا وخضرة. طبعا بدأت أقلل الملوخية كده التقلية بتاعتها اللي هي طبعا الثوم والكزبرة، ولأن أنا عاملة شوية صغيرين فطبعا ما كانتش التقلية كانت كتير يعني. وغليت لبن وسلقت لحمة علشان ان شاء الله هتشوفوا معايا الفيديو ده انا بعمله بجهز حاجتي لبكرة. يعني ده يعتبر روتين ليلي يعني، الحاجة اللي انا بعملها بالليل بعد ما اتغدينا خلاص وكل حاجة وشطبت مطبخي والدنيا بقت تمام. خلاص طقت في دماغي كده ان انا عايزة اعمل لهم بكرة اكل في طواجن. بس هعمل ايه في الطواجن دي هتشوفوا معايا بكرة بإذن الله، او في الفيديو اللي جاي هتشوفوا هعمل فيها ايه. كده خلاص بدأت طبعا التومة هي دقته في الهون عشان انا عايزاه يبقى مدقوق كده، بيبقى ريحته حلوة عن ما تكوني مخزناه في الفريزر او مقطعاه بالسكين. كده بيطلع الريحة الحلوة اللي فيه كلها. حطيت طبعا معلقة كزبرة على التقلية ونزلت بيها احلى طشة للملوخية. يا سلام! بصوا بقى، بصوا الجمال، شوفوا لونها اصلا هنا باينة اهي، ملوخية خضراء، ولا كأنها كانت في الفريزر ولا كأنها اتجمدت ولا اي حاجة. هنا كنت عماله افكر بقى، قلت طب هي لونها غامق مع الحله، طب هوريهم ازاي ان لونها اخضر. فجبت الطبق وهتشوفوا معايا دلوقتي انا عملته ازاي. حطيتها لكم في الطبق ازاي عشان تشوفوا لونها. وان شاء الله ان شاء الله هنزل لكم بطريقه التخزين بتاعتها احسن من المصانع واحسن من اي حاجه بره. بصوا لونها جميله ومتخرطه ناعمه وجميله. بصراحه اختي اللي بتخرطها لي، انا ما بعرفش اخرطها. طبعا انتوا كده عرفتوا الحاجات اللي انا بعرف اعملها والحاجات اللي ما بعرفش اعملها. بس كده وخلاص بقى. الملوخية هنا بقول لكم خلاص كانت اتاكلت خلاص واتشربت. ألف هنا وشفا ليهم يا رب. وهنا بقى الحلة بتاعت اللحمة كانت غلت، بس أنا كنت وطيت النار عليها. حطيت طبعا زي ما شفتوا معايا، حطيت بصلاية وطماطماية وورقتين لوري، وحطيت شوية فلفل أسمر. وبعد كده خلاص غلت وقمت جاية نازلة باللحمة عشان طواجن بكرة هتحتاج لحمة. فأنا قلت هسلقها من على بيات كده عشان بكرة اختصر الوقت وتبقى الدنيا جاهزة معايا يعني. وفي وسط ما انا واقفه كده اعمل المطبخ كان جوزي طالب مني يعني كيكه الجلاش دي، فهو بيحبها جدا يعني عايز يفطر بيها يتعشى بيها تبقى موجوده في البيت وخلاص. فعملتها له كده. جيت اطلع الخلاط عشان اضرب الحاجه في الخلاط. قلت خلاص انا لسه هطلع الخلاط، فقمت جايه مطلعه المضرب وعامله بيه كده يعني. حتى لو تبصوا هتلاقوه هو مضرب واحد اللي في الجهاز يعني. عادي استسهلت كده، قلت خلاص اي حاجه تأدي الغرض معايا. طبعا طريقة كيكة الجلاش دي كانت نازلة بالتفصيل في فيديو لوحدها. ان شاء الله هحط لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف للي يحب يشوفه او يتفرج عليه يعني. وبدأت بالخليط ده انزل كده على الجلاش ده كان بواقي معايا من بتاع العيد. كانت البواقي اللي هي بتطلع بقى لما بنسوي الصينية كده بتاعت صينية الرقاق باللحمة او الجلاش باللحمة.
وكنت باشيل بقى ده كده واحطه في كيسة، وفي الآخر عملت بيه صينية الجلاش دي أهي. خلاص باشرّبها كده كلّها بحيث إن هي ما يبقاش فيها حتّة ناشفة معايا، وهادخّلها بقى الفرن على درجة حرارة. أنا بتاعي عملته على درجة حرارة 200 من تحت، وبعد كده لمّا قُربت تستوي رُحت جاية قايدة عليها الشواية. هاخدها بقى دلوقتي أدخّلها الفرن معاكم أهي. دخّلتها بقى خلاص الفرن وهاطفي عليها وهاضبط درجة الحرارة زي ما قُلت لكم، وشغّلت عليها من تحت، لكن الشواية ما شغّلتش عليها غير لمّا بدأت تتحمّر من تحت. وطبعًا زي ما قُلت لكم بُكرة هيبقى يوم الطواجن معايا، فطلّعت كل الطواجن اللي كانت عندي عشان أختار منها بقى هاعمل إيه وهاقرر هاسوي إيه في إيه وكده يعني. بس برضه بُكرة إن شاء الله استنوا الفيديو ده يا رب يعجبكم. أول مرّة يعني أجرّب إن أنا أطبخ في الطواجن كده، كنت عملت مرّة واحدة فيها وما عملتش فيهم حاجة تاني، فأنا خلاص أنا قررت هاعمل أكل بُكرة كلّه في طواجن، مش هاعمل حاجة على البوتاجاز ولا في حِلَل، هاعمل في الطواجن دي كلّها. وهنا كانت كيكة الجلاش بقى طلعت معايا زي ما أنتم شايفين كده، لونها طالع دهبي بسم الله ما شاء الله، كانت ريحتها قالبة البيت، كانت ريحتها حلوة جدًا. وطبعًا جهّزت السيرب بتاعها كده زي ما أنتم شايفين، وشوية فانيليا وعصرة ليمون بس صغنّنة عليها، ونزلت بالسيرب على الصينية كده زي ما أنتم شايفينها، وبدأت بس مش باقطّعها، أنا بافتّحها عشان الشربات ينزل بس فيها كلّها كده وتتشرّب معايا وتبقى كلّها مسكّرة. بس بجد جميلة لو أنتِ مثلًا ما عندكيش دقيق وعايزة تعملي كيكة، هتعملي كيكة الجلاش دي سهلة وبسيطة جدًا، بُصّوا مكوناتها موجودة في البيت طالما عندِك الجلاش. وبيتهيأ لي دلوقتي بقى كلّه بيجيب الجلاش ويحطه في الفريزر، يعني ما بقاش مثلًا إن نقول خلاص لأ مش موجود أو مش موجود إلا يومين العيد، لأ بقى موجود والله على طول. بس كده أهوّة، وبدأت أحط بقية السيرب اللي كان باقي أو الشربات أهو. وبدأت بقى أقطّعها لهم قطع كده وحطيت في أطباق أهو. هابدأ بقى أشيل قطعة، قطعة كده وأحطها في أطباق، وهادّيهم بقى الشوكة يحلّوا بُقّهم قبل ما يناموا كده، لإن زي ما قُلت لكم ده كان روتين ليلي باجهّز لحاجتي بُكرة اللي هاعملها، بحيث إن أنا أسهّل على نفسي الشغل ما أصعّبهوش، يعني إن أنا أبقى عارفة أنا هاطبخ إيه. أصلًا لمّا يعني تبقي مقرّرة من بالليل أنتِ هتطبخي إيه بُكرة، ده في حد ذاته بيوفّر عليكِ كتير جدًا في الوقت. خلاص لإن أنتِ عارفة هتعملي كذا وكذا، هتقومي تطلّعي حاجتِك، لو فراخ أو لحمة هتطلّعيها مثلًا من بالليل وتحطيها في التلاجة تفِك، وهتقومي الصبح تبقي عارفة أنتِ هتعملي إيه. على العكس بقى أنتِ مش عارفة هتطبخي إيه أصلًا، هتفضلي بقى قاعدة تفكّري طَب أنا هاعمل كذا، وييجي في دماغِك حاجة تانية، لأ أنا هاعمل كذا، وفي الآخر مش هتعملي ولا ده ولا ده. بس كده، وبدأت بقى أفرّدي في الأطباق زي ما قُلت لكم، وهيروحوا بقى يتعشّوا ألف هنا وشفا، وهاكون كده خلّصت اليوم بتاعي، مشطّبة مطبخي الحمد لله، ومجهّزة الحاجة اللي هاعمل فيها الأكل، والمطبخ نضيف زي ما أنتم شايفين كده أهو. وحطيت لهم بقى لإن طبعًا أنا مش هاكل من الحاجات دي عشان أنتم عارفين عاملة دايت وكده، وبس. والطواجن والمطبخ والفرن نضّفته وكل حاجة الحمد لله زي الفل. السيرب بس ده سايباه يبرد وهاحطه في التلاجة علشان خاطر ما ينفعش يعني أحط الحاجة سخنة في التلاجة كده. بس ودي كوباية جيلاتي بقى الولاد كل يوم بيجيبوها، فأنا باعينها عشان خاطر أخزّن فيها مثلًا ملوخية، أخزّن فيها التوم، بتبقى حجمها كويس إن على قد يعني. ويالّا.